يوم ثوري جديد وحراك ملحوظ شهدته محافظة الجيزة تلبية لدعوة التحالف الوطني ودعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت عنوان بدمائنا نحمي نيلنا. وجاء ذلك تأكيدا على أهمية مكانة النيل في قلوب المصريين عامة ورفضا لتفريط قائد الانقلاب في حصة مصر من ماء النيل. ففي إطار الحشد المستمر لموجة الغضب المرتقبة في يناير المقبل انطلق ثوار المهندسين والمناطق المجاورة في مسيرة صباحية بدأت من ميدان لبنان مرددين هتافات مطالبة بسقوط حكم العسكر والحرية للمعتقلين والقصاص للشهداء. وفي نفس التوقيت نظم ثوار عياط مسيرة صباحية من أمام قرية الضبعي وصولا لقرية أبو نجم، فيما قام ثوار أكتوبر بتنظيم وقفة أمام مسجد التوحيد بالحي السادس رافضين انتهاكات قوات أمن الانقلاب. أما في ناحية فبمشاركة أسرة مصر السياسي وأسرة نهضاوي ندد الثوار بالانتهاكات المتزايدة بحق الشعب المصري داخل أقسام الشرطة وخارجها. وواصل أحرار المنصورية انتفاضتهم المستمرة من أمام مسجد حمد بمسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة. أما في الكنيسة فانطلق الأحرار بمسيرة من أمام مسجد أبي بكر مرددين هتافات يسقط حكم العسكر. وبالبلغونات الصفراء انطلق جميع الثوار من منطقة الملكة بشارع العشرين بفيصل عقب صلاة الجمعة. ورغم تعديات الأمن على مسيرة أحرار إمبابة إلا أنهم أصروا على استكمال مسيرتهم التي انطلقت عقب صلاة الجمعة. كما ندد أحرار الوراق في مسيرة حاشدة بجرائم الانقلاب المستمرة بحق الثوار وغيرهم. ووسط استقبال حافل من أهالي الصف نظم الثوار مسيرتهم من قرية الشوبك الشرقي من أمام مسجد أبو دسوقي. أما ثوار أصيح فقد انطلقوا بمسيرتهم من قرية مسجد مرسي مرددين هتافات تؤكد على صمودهم الثوري. أما في مركز صرف اللبن فقد طافت مسيرة حاشدة وسط تفاعل من الأهالي. ومن منطقة القطة انطلقت مسيرة ليلية من أمام مسجد التوحيد منددة بجرائم الانقلاب. أما أهالي مدينة كرداسة فقد قاموا بمسيرة ليلية حاشدة من ساحة قاسم مطالبين برحيل العسكر ورافعين سوى الرئيس مرسي ورابعة العدوية.